نفسي أكون سعيد. إزاي أكون مبسوط؟ إزاي أكون فرحان؟ إزاي أكون كل حاجة حلوة في الدنيا؟ آه، أعتقد ده سؤال ممكن يكون كلنا بنسأل عليه، وبتكون رغبة ملحة عند كل البشر. حاجة كده ساعات بنبدأ نسألها لنفسنا في وقت وساعات سفر، اللي هو إمتى بقى هتبسط. الحقيقة إن الحياة فيها الحلو والوحش والسيناريوهات المكدرة والسيناريوهات اللطيفة. فمفيش حالة من الاستقرار النفسي هتبقى موجودة بشكل مستمر لينا كلنا في حياتنا. فأنت هتبدأ تنتقل حاجات كتير من حياتك في المشاعر والإحساس. بس خلينا نقول إن في حاجة ممكن لو عملناها تدعم شعورنا بالاستقرار النفسي وأحيانا بالسعادة. لو ركزنا فيها هتبقى الرياكت أو رد الفعل الداخلي من جوانا في معظم السيناريوهات اللي بنمر بيها. فاحنا لو كنا في سيناريو سيء ممكن نقدر نطلع بيه شوية، لو في سيناريو مستقر ممكن نعدي معدلات استقرارنا أكتر وأكتر. والحقيقة إن اللي بقوله ده حاجة تعتبر أداة قدمها واحد اسمه بول مير، حاجة اسمها عجلة الحياة أو 8 أجزاء الحياة. حياتنا مينلي عبارة عن 8 جوانب، لو ركزنا فيها بنبدأ معدلات استقرارنا وصحتنا النفسية تكون أكتر وأقوى وأحسن. والتمانية دول بيبدأوا أول حاجة من رقم 1 الجانب الروحي والإيماني. تاني حاجة الجانب العقلي. تالت حاجة الجانب النفسي. رابع حاجة الجانب الصحي والجسدي. خامس حاجة الجانب الأسري. سادس حاجة الجانب الاجتماعي. سابع حاجة الجانب المهني. تامن حاجة الجانب المالي. وببساطة كده كل واحدة ليها تفصيلة صغيرة كده ممكن لو ركزنا فيها تبقى الدنيا أحلى. ففي الجزء الأولاني أو الجانب الأولاني من الجانب الديني والإيماني، إن أنا أبقى إزاي علاقتي مع ربنا عاملة إيه، محسنها بايظة، هل أنا بأدي الفروض، هل أنا بعمل صلواتي، هل أنا باخد بالي من صدقاتي، الحاجات دي كلها مثلا. كل واحد على دينه طبعا. تاني حاجة الجانب آه العقلي، وده بيبدأ من أول دراستنا في الحياة، من أول مدارسنا لغاية الجانب اللي احنا بنبدأ نركز فيه بمجهودنا الشخصي، بالمذاكرات، كورسات قرايات احنا بناخدها بنتعلمها، وركشوبس بنحضرها عشان تحسن مدى إدراكاتنا الشخصية. تالت حاجة الجانب الصحي، هو أنا أكلي عامل إزاي، كله بايظ من الشارع ولا باكل ما باكلش، مهمل، نومي كويس ولا وحش، بنام قليل، بنام متوسط، مش بنام خالص، هل أنا بمارس رياضة ولا لأ. الجانب النفسي، وهنا دي ليه علاقة بمعدل مشاعرنا إحنا شخصيا. إيه المستحوذ أكتر علينا في خلال اليوم، هل هي المشاعر الإيجابية ولا المشاعر السلبية؟ باخد أكشنز في الحالتين لتحسين ده أو تقليل التاني السلبي. خامس حاجة وهو الجانب الأسري، أنا موجود في البيت، بتواصل مع أسرتي في البيت، هل في معدل يعني فاليو تايم كده موجود، حتى ولو بوقت قليل موجود في البيت، أنا بانجيج معاهم ولا أنا الدنيا مش موجودة خالص. تأثيري على أسرتي باين بحاجة إيجابية، هل أنا مشارك معاهم في حاجة البيت ولا لأ مثلا. الجانب الاجتماعي، هل أنا عندي صداقات، وخلينا نركز على صداقاتنا وعلاقاتنا الصحية، هل هي موجودة، الناس المريحين لينا في حياتنا ولا لأ، الناس اللي بنتعب نروح لهم أوقات. هل أنا أصلا بعمل التواصل، هل أنا عندي علاقات ولا لأ أصلا. الجانب المهني، وهو بقى بيدل على، أو هنا بنتكلم على الجزء بتاع الشغل اللي أنا بشتغله، هل هو الحاجة دي أنا راضي عنها ولا لأ. هل دلوقتي أنا لو مش راضي عنها، هل أنا ببدأ أدرس أو أذاكر حاجة أنا حاببها، وقدام أبدأ أدور وأشتغل فيها. هل أنا ممكن أتطور في الشغل اللي أنا فيها دي ولا لأ. بحاول أشوف أنا رضائي عن الشغل عامل إزاي.
آخر حاجة هو الجانب المالي، وهو فكرة إنك تبدأ تقيس كده بشكل منطقي إيراداتي ومصروفاتي متناسبة مع بعض، مصروفاتي متناسبة مع الدخل بتاعي، هل أنا ماليا كويس ولا لأ. الحاجات دي لو ركزت فيها بشكل عام وأنت مغمض كده هتبقى معدلات استقراراتك أحسن من اللي جنبك في كل سيناريوهات حياتك، أحسن بشكل مستمر. حاول تخلي الموضوع ده يعني مش عشوائي. فكرة إن أنت محتاج تبص بشكل مستمر آه، يوميا أسبوعيا، أنا التمن أجزاء دول عاملين إيه في حياتي؟ في حاجة بايظة فيهم ولا مستقرين؟ عادي إن تبقى مش كلهم بنفس درجات الاهتمام والأولويات، بس على الأقل إحنا واخدين مساحات موجودة. لما حاجة فيهم تتضرب خالص بتضرب الاستقرار النفسي كله. فلوس لوحدها لو بايظة وكله كويس مستحيل تبقى مستقر، قاعد مديون، عمرك ما تبقى مستقر نفسيا. حالتك الدينية لو بايظة وكل ده تمام دايما هتلاقي في حاجة واقف مش مستريح. انت في أسرة ما انتش واخد بالك من عيالك، الزوجة ملهاش دعوة بالأهل، العيال مش حاسين إن ليهم أب وأم كويس، هيضرب لك استقرارك النفسي. فالحاجات دي بس لو مركز فيها شوية هتبدأ تحسن استقرارك النفسي. فكر وركز في 8 أجزاء الحياة بتوعك وعجلة الحياة بتاعتك، تبدأ صحتك النفسية تكون أكتر استقرار.